بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ناس كتير بعد ما بتفك خشب الأعمدة بعد الصب بتلاقي إن سوك الأعمدة بتطلع متكسرة. في الفيديو ده هقول لك سبب تكسير سوك الأعمدة، وهقول لك إيه اللي ممكن تعمله علشان سوك الأعمدة ما تتكسرش عندك بعد ما تفك الخشب. في البداية هوريكم شكل الأعمدة عندنا بعد ما فكينا الخشب بتاعها بعد مرور 48 ساعة من الصب. بص كده على سوكة العمود عاملة إزاي. بسم الله ما شاء الله، السوكة طالعة ما فيهاش غلطة. ومش العمود ده بس، كل الأعمدة كده، وأوريكم برضه عمود أو اتنين كمان. بص كده على العمود ده ما شاء الله، السوكة طالعة سليمة. ده عمود تاني، اللهم بارك. ده عمود تالت. خليني بقى أشرح لكم أسباب تكسير سوك الأعمدة. في أكتر من سبب بيخلي إن سوك الأعمدة تتكسر معاك بعد ما تفك خشب الأعمدة. رقم واحد وهو إن الخرسانة تكون ضعيفة عندك. طيب هو إيه أصلا اللي بيخلي الخرسانة ضعيفة؟ اللي بيخلي الخرسانة ضعيفة إن حضرتك تزود نسبة المية في الخلطة الخرسانية، أو إن أنت تقلل نسبة الأسمنت، أو إن أنت تقلل كمية الزلط أو السن، أو إن أنت تزود نسبة الرمل. كل الأسباب دي بتخلي الخرسانة عندك ضعيفة، فبالتالي بتخلي السوكة بتاعة العمود ضعيفة. فأول ما تيجي تفك الخشب تلاقي السوكة دي اتكسرت معاك. رقم اتنين إن يكون عندك غطا خرساني أو كفر خرساني كبير جنب حديد العمود، يعني أكبر من 3 سنتي، فبالتالي السوكة بتكون ضعيفة وبتتكسر. رقم 3 في حالة فك خشب الأعمدة أو تجليد الأعمدة في وقت مبكر. المفروض إن إحنا بنفك الخشب من على الأعمدة أو تجليد الأعمدة في فصل الصيف بعد 24 ساعة من الصب، وفي فصل الشتاء بعد 48 ساعة من الصب. في حالة بقى إن حضرتك أو النجار فك خشب الأعمدة بدري، فالخرسانة هتكون لسه طرية والسوك هتكون ضعيفة فهتتكسر معاك. رقم 4 في حالة إن أنت مرشتش خشب الأعمدة قبل الصب، أو في حالة إن أنت مرشتش خشب الأعمدة بعد الصب وقبل الفك، لأن رش المية بيسهل جدا فك الخشب من الخرسانة، بيخليها يعني تفصل عن الخرسانة بسهولة، وبالتالي السوك ما بتتأثرش بالدق على العمود أو بالفك فما بتتكسرش. أما في حالة عدم الرش بقى بيكون سهل جدا إن السوكة تتكسر. في حالة استخدام خشب قديم في شدة الأعمدة، الخشب القديم بيسهل عملية تكسير السوك، إنما الخشب الجديد بيطلع السوكة مظبوطة بنسبة أكبر من الخشب القديم. رقم 6 في حالة إن أنت ما خبطتش على العمود كويس أو ما هزتش العمود بالهزاز، فدي من الحاجات اللي بتخلي سوك الأعمدة ضعيفة. لازم وأنت بتصب العمود تهزه كويس جدا بالهزاز، ولازم تخبط على سوك العمود كويس جدا بحيث إن هي تتدك معاك وتكون قوية وما تتكسرش مع الفك. رقم 6 في ناس بتكسل إن هي تخبط على سوك العمود وقت الصب. لازم أي عمود بعد ما بيتصب إن أنت تهزه كويس جدا بالهزاز وتهتم بجنب العمود، ولازم برضو تخبط بالمطرقة التقيلة على سوك العمود. التخبيط على سوك العمود بيخلي سوكة العمود قوية. أهم حاجة في كل ده إن المقاول ياخد حقه علشان يديك حقك، وإن حضرتك تتفق معاه في البداية قبل الشغل خالص على مواصفات الشغل عشان يديك سعر مناسب لمواصفات الشغل بتاعتك وما يظلمكش ولا يظلم نفسه.